معانا النهارده موبايل سفاح جديد من شاومي، وايوه انا بتكلم دلوقتي عن البوكو اف 5 برو. موبايل بجد يزعل المنافسين. انا مش عارف بجد شاومي هل لاقيين البروسيسورز دي في الشارع، بس فعلا الشركه دي فيها حاجه غريبه، بتعمل موبايلات باقوى معالجات في اي موبايل فعلا في سعرها، واداؤه في الالعاب وبالذات ببجي فعلا بيلعب على سيتنجز هتعجبك قوي وهتتبسط قوي صدقني، وانا وانت فاهمين انا قصدي على ايه. وفي نفس الوقت السعر المناسب بتاع شاومي اللي معودين عليه، فلازم تدعم المحتوى المفضل ده بلايك دلوقتي حالا بقى، والشير والسبسكرايب. لو لسه مش عارف سبسكرايب دوس على زرار الجرس اللي جنب السبسكرايب، طبعا مهم جدا عشان يجيلك اشعار من يوتيوب اول ما الفيديو الجديد ينزل. وخلينا سريعا نفتح العلبه دلوقتي ونشوف الموبايل مع بعض. اوكي، اول ما تفتح العلبه كده طبعا هتلاقي دبوس السيم كاردز، ورق كتير قوي ملوش لازمه خالص فعلا، ومعاك جراب سيليكون شفاف للموبايل. ها هو الموبايل. هتلاقي في العلبه شاحن سريع 67 واط، شاحن تربو بيشحن بطاريه الموبايل ده من 0 ل 100 في ساعه الا ربع، ساعه الا ثلث، في الحدود دي يعني. وده لان بطاريه البوكو اللي معانا النهارده واللي هطلعه لك دلوقتي حالا من الكيس ده، يعني مش عارف ايه الكيس اللي حاطينه فيه ده، المهم يعني بطاريه الموبايل ده عزيزي المشاهد هي بطاريه 5160 ملي امبير، رقم كبير جدا بجد، حاجه محترمه جدا. الموبايل ده بيكمل اليوم مستريح قوي معاك. بص على التحفه الفنيه الجديده، سلام. ايه بقى الحلاوه دي؟ لون الابيض خطير، لذلك انا مطقم معاه ولابس ابيض بس منقط ازرق كده. ايه، انا اسال سؤال واضح والله بجد، ايه الحلاوه دي؟ انا عايز افهم. اللون الابيض من الموبايل خطير بجد، شكله تحفه، ومش اي ابيض كده، تحسه لون اللبن، فاهم حاجه بجد والله، لونه حلو قوي يعني. ديزاين سيمبل جدا زي ما انت شايف كده، وعندك بقى ايه المستطيل بتاع الكاميرات ده، فيه 3 كاميرات بقى والفلاشات والحاجات دي. عندك هنا موبايل شياكه. الاف 5 برو ظهره من الازاز الناعم جدا زي ما انت شايف كده، حاجه مزفلطه جدا بصراحه، شكله حلو قوي. والجامد كمان ان هو مش بيبصم خالص، فالموبايل هيفضل نظيف معاك طول الوقت. وللاسف الموبايل ما فيهوش مدخل 3.5 مللي للسماعه. لما تقلب بقى الموبايل على وشه كده وتتفرج على استغلال مساحه الشاشه العبقري بتاع الموبايل ده، بالمناسبه حوافه صغيره قوي يا جماعه فعلا، سواء الحافه اللي تحت او اللي في الجنب او اللي فوق، او البنش الصغيره جدا. شكل الموبايل حلو. الشاشه هنا على فكره 6.7 انش بالتقريب كده، شاشه بريزوليوشن عالي جدا في السعر ده، وايد كواد اتش دي بلس مش فول اتش دي عادي، فده هيترجم معاك لريزوليوشن عالي جدا. هتلاقي الشاشه شارب قوي، دي حاجه بقى عارف انت هتعيشك في جو كده ان الموبايل ده غالي مش موبايل عادي. لا انا بقول لك بقى شاومي مش عارف بتلاقي الحاجات دي فين. الشاشه هنا هي طبعا شاشه اموليد، الوانها ممتازه جدا وبريفريش ريت عالي 120 هرتز، السكرولنج والالعاب والكلام الجميل ده كله. وعايز اقول لك ان الشاشه هنا بتوصل لمستوى سطوع 1400 نت، تعرف تشوفها مرتاح قوي تحت الشمس، خصوصا ان انا في دبي هنا، فبقول لك انا ببص على الشاشه كده انا شايفها كويس قوي حتى لو الشمس قد كده. كمان الشاشه جايه عليها طبقه حمايه كورنينج جوريلا جلاس 5. وبالنسبه لمعيار الامان يعني، فخليني اقول لك ان الموبايل ده ضد طرطشه الميه والاتربه بريت اي بي 53. وباكد عليك تاني دي طرطشه الميه والاتربه مش ضد الميه كليا، ودي نقطه تفرق جدا. هو بس ايه يعني، عشان لو الدنيا مطرت عليه نزل عليه ميه ولا حاجه، الموبايل هيزق معاك الدنيا. وبما ان الشاشه هنا اموليد، فالبصمه جايه تحت الشاشه، والبصمه هنا انا ما عنديش معاها اي مشاكل خالص، بصمه سريعه عادي جدا كعاده شاومي. وبما انها بصمه تحت الشاشه وبتفتح بالسرعه دي، وزي ما انت شايف كده مفيش بقى الانيميشنز اللي بتبطئ الفتح بتاعت شاومي دي. كمان الموبايل هنا تقدر تركب له شريحتين اتصال. وسط ما انت تتفرج على الفيديو كده ومنبهر بالموبايل، معلش يعني سؤال تكتيكي صغير كده، عايز اعرف انت عملت لايك للفيديو ولا لا؟ صراحه كده انا متضايق جدا يا صاحبي انك ما عملتش لايك للفيديو. اعمل لايك للفيديو دلوقتي حالا، اللايك بتاعك بيفرق جدا، وما تقولش اصل اللايك ده مش هيفرق، لا بيفرق. واعمل سبسكرايب لو لسه مش عامل سبسكرايب. وبس يا صاحبي خلاص، اتفضل كمل باقي الفيديو. بالنسبه للبروسيسور، فالموبايل جايب السناب دراجون 8 بلس جين 1، معالج قوي جدا في سعر الموبايل ده، حرفيا شاومي دمرت المنافسين يعني، خلاص بقى 8 بلس جين 1 بسعر الموبايل ده، معالج قوي جدا، معالج خطير، معالج كان موجود في موبايلات فلاج شيبس في يوم من الايام. الرامات هنا في الموبايل LPDDR5، والانترنال ستورج هنا من النوع UFS 3.1، فده حرفيا دلوقتي يسمى فلاج شيب كيلر، انه يبقى بالسعر ده وفي المعالج ده حاجه مبهره من شاومي. طبعا معالج زي ده يعني من غير كلام كتير هو هيترجم لاداء فعلي جدا معاك كاستخدام يومي وتنقل ما بين الابلكيشنز السوشيال ميديا. افتح كل الابلكيشنز اللي عايز تفتحها يا معلم، واقفل كل حاجه، بتفتح بسرعه وبتقفل بسرعه، الدنيا سريعه جدا، الموبايل مستقر قوي، والميو اي 14 هنا على الموبايل ممتاز. الاجمد بقى في المعالج ده هو اداؤه في الالعاب. خلينا نجرب ببجي على الموبايل بقى، بس قبل ما نجربها خليني اقول لك ان انت عندك هنا ستيريو سبيكرز، صوت محيطي طالع من اليمتين يا جماعه، والصوت عالي قوي فعلا في الموبايل زي ما انتم سامعين كده، وواضح، وتقدر فعلا تميز وانت بتلعب الصوت ده جاي لك من اليمين او من الشمال ايا يكن. السيتنجز المتوقعه للموبايل هي اتش دي ار وفريم ريت اكستريم، ولكن اللي مش متوقع بقى في سعر الموبايل ده وهو انك لما تجيبها على سموز هيبقى عندك اوبشن ال 90 فريم يا معلم. 90 فريم يا جماعه يعني نعومه عاليه جدا في اللعب، واي راجل جيمر بيحب الحوار ده جدا. خش بقى على الجيم وبص بقى النعومه اللي في الشاشه يا معلم، وانت عندك هنا 90 فريم اهو معروضين. بص يوم ما بتنزل ل 89 فريم وتطلع تاني ل 90، يعني حرفيا 90 فريم ثابت. في حد بيقتلني من ظهري صح؟ تمام. 89 فريم 90 فريم، بجد الشاشه ناعمه قوي يا جدعان في اللعب بطريقه غبيه يعني.
الواد ده قاعد مكمبر هنا. استنى انا هلف لهم بقى ايه، هلف لهم لفه محترمه يعني. بس يا جماعه عموما بجد اداء اللعبه مستقر جدا على الموبايل. الشاشه الكبيره بتاعت الموبايل ده والوان الشاشه نفسها بجد تجربه اللعب حلوه ممتعه. طبعا عايز اجيب كلتين يا جدعان، اصل بنلعب يعني مصورين فيديو بتاع، نجيب كلتين بس. اهو اوكي. انا فاكر الواد ده ربطه حلو. وحلاوه ال 8 بلس جين 1 انه مدعوم في لعبه بابجي كمان على 90 فريم، فالموضوع خطير. اهو قتلته عامل فيها لعيب وبيجري من غير سلاح. انا شايف ان جه وقت نفتح الريد بولايه الجميله دي. طعم البطيخ، يا سلام. اوف ريحه بطيخ. تشتروهاش تاني بقى خالص بقى، فاهم؟ خليك بقى في ريد بول العاديه الطبيعيه بتاعتنا، لان ده يعني هي ولا منها بطيخ ولا منها ريد بول، انت فاهم؟ هي عملت، عارف طعم اللبان الترايدنت اللي بالبطيخ تقريبا، هو نفس الطعم ده بس اوحش، مش يعني مش الجامد يعني، بس شغال قشطه. تفوقنا. بس قبل ما نتكلم عن كاميرا الموبايل ده خليني اقول لك معلومه مهمه جدا، بما انك واصل للنقطه دي من الفيديو، انت راجل محترم بصراحه، فخليني اقول لك ان الموبايل ده بيدعم وايرلس تشارجنج بسرعه 30 واط. تخيل موبايل عادي مش فلاج شيب، سعره غالي بالنسبه للفئه المتوسطه ولكن ستيل مش سعر الفلاج شيبس يعني، وبيدعم شحن وايرلس 30 واط. يا جماعه في موبايلات في السعر ده الشاحن اللي بسلك بتاعها العادي ما بيوصلش ل 30 واط. بجد يا جماعه شاومي مبهره في الحاجات دي. طب بالك دلوقتي تقدر تعتمد عليه في انك تشحنه على شاحن وايرلس، وهتلاقيه بيشحن بسرعه معاك من 0 ل 100 مثلا في ساعه و10 دقائق. ده رقم ممتاز جدا كشاحن وايرلس. اصلا الايفون 14 برو ماكس اللي هتلاقيه مثلا بثلاث اضعاف سعر الموبايل ده ولا حاجه مش بيدعم وايرلس تشارجنج بالسرعه دي. بالنسبه بقى للكاميرا الخلفيه في الموبايل ده، فشاومي ابهرتني جدا باهتمامها بالكاميرا فعلا. وهنا انت عندك ثلاث كاميرات في الظهر. الكاميرا الرئيسيه الوايد هنا 64 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه الترا وايد 8 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها f2.2، واخر كاميرا ماكرو 2 ميجا بكسل فتحه العدسه بتاعتها f2.4. الاجمل من ارقام الكاميرات دي هي الصور الفعليه اللي بتطلع من كاميرا الموبايل، صور مبهره وانها ممتازه. وعلى فكره معالجه الوان الصور بتاعت موبايلات شاومي خلاص بقت فعلا في حته ثانيه خالص يعني. بجد بدات اتكيف من الوان الصور بتاعت الموبايلات بتاعت شاومي مؤخرا، خصوصا طبعا الفئات العاليه يعني. الوان الصور تحفه، متشبعه كده، واخده لوك حلو قوي، تعرف تعتمد عليها على طول في انك تنزلها على السوشيال ميديا من غير ما تعدل على الوان الصور. صور شارب جدا فيها تفاصيل كتيره. كاميرا 64 ميجا بكسل هنا ممتازه. حتى كاميرا في الاضاءه الضعيفه لما تشغل النايت مود بيطلع لك كواليتي صور حلوه، الوان ممتازه، اضاءه حلوه، فعلا صور تعتمد عليه. ودي حاجه فعلا ما كنتش متوقعها تماما، لان الموبايل ده هو في الغالب نازل للجيمنج يعني، فانه ما يهتموا برده بالكاميرا بتاعت الموبايل دي حاجه حلوه. ما ضحيتش انت بالكاميرا. الكاميرا الخلفيه دي بتصور فيديوهات 8K، معرفش ليه بصراحه، انا ما عنديش فكره. ايوه انا بكلمك هنا، خلي بالك ما عنديش فكره والله ليه بيصور 8K، بس تقدر تصور بالكواليتي العظيمه دي. انت كمان تقدر تصور 4K 60 فريم في الثانيه. بالنسبه للكاميرا الاماميه هنا بقى، فهي كاميرا 16 ميجا بكسل، وبرده شاومي اهتمت بالكاميرا الاماميه هنا. الصور اللي طالعه صور حلوه قوي، سكين تونز بتاعتك مظبوطه في الصور. اي نعم الصور هنا مش الاقوى يعني، خلينا واضحين بقى في الكاميرا الاماميه بالذات. انا خلاص انا عارف ان في موبايلات ثانيه انا جربتها بسعر الموبايل ده ويمكن ارخص منه كمان، وكانت الكواليتي بتاعت الصور بتاعتها زيه ويمكن احسن. فالكاميرا السيلفي هنا طلع لك صور حلوه ويعتمد عليها جدا، ولكن هي مش احسن في سعرها. في كاميرات ثانيه احسن، من ضمنها ال 52 اس بتاع سامسونج مثلا لو بنتكلم على امثله يعني. وبالنسبه للفيديوهات فالكاميرا الاماميه هنا بتصور فيديوهات 1080، ما بتقدرش تصور 4K. وكالعاده في جيف اواي الفيديو ده، والجيف اواي المره دي خطيره. الجيف اواي المره دي على الوان بلس نورد بادز. السماعه دي يا جماعه من شركه وان بلس، رهيبه بجد والله العظيم، حاجه بجد جباره جدا، صوتها ممتاز وبطاريه قويه وكل حاجه فيها خطيره. وعشان تكسب السماعه دي لازم تجاوب على السؤال اللي هقول لك عليه دلوقتي، وهو نفس السؤال العادي بتاع كل مره. قول لي التوقيت اللي ظهر فيه ال10 نجوم اللي شبه النجمه دي. هتكتب كومنت واحد مكتوب فيه النجمه الاولى ظهرت الدقيقه كذا الثانيه كذا، النجمه الثانيه الدقيقه كذا الثانيه كذا، وهكذا كل النجوم. هم 10 نجوم في الفيديو. وكالعاده مش محتاج اكد عليك، لازم تكون عامل سبسكرايب للقناه ودايس على زرار جرس الاشعارات، لان انا بعد ما بسحب الفيس بتاكد منه هو عامل الحاجات دي ولا لا. ان لو مش عامل مش هيكسب الجيف اواي. بجد يا جدعان دي من احسن السماعات اللي عملنا عليها جيف اويز الفتره الاخيره، واتمنى بجد ان انتوا تكسبوها. السماعه على فكره سعرها حوالي 300 درهم. اتمنى التوفيق لكل اخواتي والله العظيم. انا يا جدعان مبسوط جدا ان انتوا مبسوطين بالجيف اويز دي، ويا رب كلكم تكسبوا بجد. انا مستمر لسه، وزي ما قلت لكم 90% من الفيديوهات هتلاقوا فيها جيف اويز، على امل ان كل الناس تكسب والله. وبرده خد بالك من الاشكال الثانيه اللي ممكن تظهر، وارد يظهر شكل ثاني غير النجمه. في ناس بتجاوب غلط في الكومنتات، والناس بتاخد الكومنتات بتاعتها كوبي وتحطها فاهم، وفاكرين الاجابه دي صح. اتاكد بنفسك عشان ما تكونش بتجاوب غلط. بالنسبه للنسخ المتوفره من الموبايل ده، فانت عندك نسختين، نسخه لونها ابيض زي اللي معانا النهارده وهي احسن حاجه، وصدقني هات النسخه دي، والنسخه الثانيه هي نسخه لونها اسود ولكن مش احسن حاجه، مش بتبرز جمال الموبايل. ثلاث نسخ من الموبايل ده، نسخه 8 256 و12 256
2012 512. يعني دي نسخه طبعا قنبله يعني للناس اللي بتحمل العاب تقيله بقى والشغل ده. بوكو اف 5 برو دلوقتي نازل عليه خصم سعره واصل ل 1981 درهم، وعلى فكره هو سعره الرسمي هنا في الامارات اغلى من كده، ولكن السعر ده موجود عند تاجر هناك في علي اكسبرس، واللي في الغالب بشتري منه اغلب موبايلاتي عادي ومضمون. هسيب لكم كالعاده اللينك موجود تحت في الديسكربشن دلوقتي حالا لو عايزين تلحقوا السعر ده. ولازم تتابع اللينكات اللي بنزلها لك دي في الفيديوهات كل شويه، كل اسبوع، كل اسبوعين، لان السعر بيتغير جدا على حسب السوق وبيقل صدقني، وبالذات لو موبايلات من شاومي او موبايلات فيها متوسطه عموما سعرها بيقل فعلا لما الطلب بيقل عليها، تقدر ان انت تشتري موبايل بسعر احسن. بجد يا جماعه انا شايف ان الموبايل ده بيقدم قيمه عاليه قوي قصاد سعره، بجد ده اللي شاومي معودانا عليه فعلا خلاص مؤخرا، ودايما على فكره شاومي من ساعه ما طلعت وهي كانت معودانا على كده، دايما بتقدم القيمه العاليه قصاد السعر. ومؤخرا شاومي اللي عاجبني فيها انها بدات تهتم خلاص بقى بالماتيريال والفينش بتاع الموبايلات، وازاي ان هم يقللوا عيوب الصناعه والكلام ده كله. الخامات الماتيريال البيلد كواليتي بتاعت موبايلات شاومي بجد بقت احسن من موبايلات ثانيه كتير. يعني معلش يعني انت لما تروح تجيب الاي 52 اس او الاي 73 مثلا او الاي 72 والكلام ده كله بتوع سامسونج، يعني هتلاقيهم كلهم من البلاستيك وحاجات رديئه. هنا عندك بيلد كواليتي نظيف، موبايل فعلا غالي، ملمسه حتى غالي بريميوم. بجد لو عايز موبايل بامكانيات عاليه قوي، بروسيسور قوي جدا، حتى لو انت مش هيهتمك الالعاب، عايز بروسيسور قوي يعيش معاك سنين على ما يبدا يهيس فعلا يكون قاعد معاك بتاع 5 سنين ولا حاجه، فلازم تجيب لك بروسيسور قوي. وبروسيسور قوي يعني ال8 بلس جين 1 اللي موجود في الموبايل ده سعر ممتاز جدا. انا شايف ان الموبايل ده صفقه مثاليه جدا بسعره. ده كان رايي في البوكو اف 5 برو الجديد. ده نعرف رايك انت تحت في الكومنتس دلوقتي حالا، انا بقرا كل الكومنتس برد عليها انتوا عارفين. ولازم تتاكد انك عامل سبسكرايب وداس على زرار الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان تشوف الحصريات دي اول باول ما تنزل، تبقى من اوائل الناس اللي تشوف الحصريات دي، وتبقى من اوائل الناس اللي تشارك في الجيف اويز بتاعت الفيديوهات. احنا بنعمل جيف اويز كتيره جدا انتوا عارفين في الفيديوز، فلازم تكون متابع اول باول وتتفرج على الفيديو بدري عشان تجاوب على السؤال اللي بنقوله تاخد الجيف اوي. وبس كده يا جماعه، لايك، سبسكرايب كبير، ولكن على اخر فيديو جديد. بيس.